ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبتي؟ النهاردة هنحكي حدوتة جديدة، حدوتة علي ومين المسؤول. جاهزين؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان كان في ولد اسمه علي. علي كان ذكي ومرح وبيحب يلعب ويهزر طول اليوم، بس كان عنده مشكلة مش حلوة خالص. أي حاجة يقول بسرعة مش أنا السبب، هما اللي عملوا كده. وفي يوم بالليل ماما قالت لعلي: يلا يا علي، حضر جدولك عشان بكرة في مدرسة. علي قال وهو بيلعب: حاضر هحضره دلوقتي. بس طبعا كمل لعب ونسي خالص. وتاني يوم في المدرسة الميس قالت: يلا يا ولاد افتحوا كتاب العربي. علي اتصدم، بص في الشنطة، الكتاب مش موجود. الميس سألته: فين كتابك يا علي؟ علي من غير ما يفكر قال: ماما هي اللي ما حضرتليش الجدول. الميس زعلت وقالت: لا يا علي، دي مسؤوليتك انت، لازم تحضر حاجتك بنفسك. علي سكت، بس من جواه كان متضايق، مش من نفسه، من ماما. رجع البيت وهو مكشر وقال لمامته: حضرتك السبب يا ماما، أنا اتحركت بسبب حضرتك. ماما بصت له بهدوء وقالت له: طيب يا علي، امبارح أنا فكرتك صح؟ علي سكت شوية، افتكر إنها فعلا قالت له، بس هو اللي كمل لعب. في اللحظة دي حس بحاجة غريبة، كأن اللوم اللي رماه على ماما رجع له تاني. بس علي لسه ما تعلمش الدرس كامل. بعد كام يوم في النادي علي كان بيركب عجلة بسرعة ومش واخد باله، وخبط في ولد صغير ووقع. الولد كان هيعيط. علي كان لسه هيقول مش أنا على فكرة، بس وقف فجأة وافتكر موقف المدرسة، وافتكر إن اللوم بيروح ويرجع. بص للولد وقال له بهدوء: أنا آسف، أنا اللي خبطتك وما كنتش مركز. وساعده يقوم وقال له: أنت كويس؟ الولد ابتسم وقال له: أنا كويس، شكرا. وأصحاب علي بصوله بإعجاب جامد جدا. ساعتها علي فهم إنه كل مرة بيقول مش أنا كان بيهرب، بس المشكلة كانت بتفضل مكانها. لكن لما اعترف الدنيا بقت أسهل. رجع البيت وبص لمامته وقال لها: ماما أنا آسف، أنا اللي نسيت أحضر الجدول. ماما ابتسمت وقالت: وأنا فخورة بيك إنك عرفت ده. ومن اليوم ده علي بقى لما يغلط ما يرميش اللوم على حد، لو نسي يقول أنا نسيت، ولو غلط يقول أنا غلطت، ولو يقدر يصلح يحاول يصلح على طول. وعرف إن اللوم سهل، لكن المسؤولية محتاجة شجاعة، واللي يقول أنا عملت كده هو أقوى بكتير من اللي يقول مش أنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟